بتطلق الماء على وش ظابط عشان يقبض عليها عشان عايزه تهرب من راجل عجوز اللي عايز يتجوزها. وفعلا الظابط بيقبض عليها وبيحطها في العربيه، وبيجي صاحب الظابط وبيقول له بص راجل اعمال كاتب اللي هيلاقي عروسه ليه مبلغ $100,000. ساعتها الظابط بيشوف ان دي البنت اللي قبض عليها وبيقول له روح هات لي كوبايه شاي. واول ما بيلف ظهره بيمشي بسرعه بالعربيه، بس الظابط بيشوف ان دي البنت اللي معروض عليها الفلوس، فبياخدها على بيته عشان يعرف ايه اللي بيحصل. بس ما بتلحقش تتكلم قام بيخبط زميله الظابط اللي شافها، والبنت بتستخبى. وبعد ما بيطلع بيقول له عايز ايه، وبيقول له تعالى انا وانت نسلم البنت، احنا هناخد مبلغ كويس لو قعدنا شغالين فيه سنتين مش هناخده. وبينكر اصلا ان البنت معاه. وبعد ما بيدخل بتقول انا ابويا عايز يتجوزني راجل عجوز عنده 75 سنه عشان الفلوس، وبقول لها ما تلاقيش انا هنقذك. وبعد شويه بيجي له صاحبه تاني وبيقول له لو ما جبتش البنت نسلمها هبلغ عليك انت، وبيعمل نفسه انه موافق انه يسلمها. بس لما بيدخل بيزقه في الاوضه بيحبسه وبيقفل عليه الاوضه، وبيكلم بقى رجل اعمال وبقول له انا هسلمك الاميره، وبقول له بس اهم حاجه حضر لي الفلوس. وبيروحوا فعلا يقابلوا رجل اعمال وبيشوف ان فعلا راجل عجوز، وبعد ما بياخد الفلوس بيرفض يديله البنت. هل شايف ان دي جريمه انه يتجوز بنت صغيره ولا لا؟